مساء الخير عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال وبصحتكم متهنيين. جيتكم بهذا البريوش خفيف ومقطن بمقادير موجوده في كل بيت. هاد المقادير نحتاجو بسم الله في الغيسيبيون نحطو كاس ماء دافي وكاس حليب دافي، نضيف لهم ملعقه ونصف خميره الخبز ونصف كاس زيت ونضيف لهم 6 مغارف سكر ونضيف لهم ملعقة صغيرة ملح وملعقة خل وزوج مغارف ما زهر يعطيله بنة بزاف هايله. نضيف مغرفة صغيرة لافاني. نحرك هاد المواد السائلة ونخليهم حتى يتفاعلوا. بعد ما تفاعلوا نحركهم. دوك نبدا نضيف الفرينه اكيد مغربله، نضيف ونحرك. دوك نخدم باليد حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. العجينه راهي تتلاصق. نعجنها شويه ونعاود نحطها تخمر في الغيسيبيون كنت دهنته بشويه زيت. نغطي عليها ونخليها تخمر. طليت عليها لقيتها مازال ما خمرتش، زيد نخليها تخمر باسكو راه الحال بدا يبرد شويه. من بعد ما خمرت نديغازيها ونقسم العجينه على 2. وهذه القطعه نقسمها الى 5 اجزاء يكونوا متساويه. العجينه راهي تتلاصق بصح معليش تجي طريه. نديرهم كويرات هكذا بنفس الحجم. نطرح الحبه الاولى وندير في الوسط تاعها الكونفيتور او المعجون، ولا نديرو شوكولا اتارتيني. كل واحد باش يحب يحشي هاد البريوش. نلمهم هكذا جيدا، نقفلهم بعد ما درت لهم الكونفيتور كامل نحطهم هكذا في بلاطو كنت دهنته بالزبده. نحطهم هكذا بعد على بعضهم باسكو يزيدوا يخمروا. دوكا نجيب حبه بيض نفصل البياض عن الصفار وندهنها غير بالبياض. وعندي زريعه الكتان او بذور الكتان ندرع عليهم هكذا من الفوق، ولا نديرو الججلانيه. نحط هاد كوتي. اما العجينه اللي بقات لي نقسمها الى 4 كويرات. دوكا نطرح 3 كويرات برك.
ندير فرينة ونطرح بالحلال، نطرحها تكون رقيقة على شكل دائري. هذو هما في 3. دوكا في القطعة الأولى ندهنها بالزبدة. الزبدة تكون طرية ولا ذايبة، معليش نديروها ذايبة. ندير في القطعة الأولى، دوك نحط عليها القطعة الثانية نفس الشيء، نزيد لها الزبدة ندهنها، ونزيد عليها القطعة الثالثة. ندير الزبدة ذايبة أو الزبدة طرية بين القطعة والأخرى هكذا. بعد ما كملتهم دوك نقطعها إلى 5 أجزاء أو 5 مثلثات متساوية. وعندي هاد الأداة نشكل هكذا في الوسط، نضغط هكذا شوية في الوسط، دوكا هادو المثلثات نثني هكذا من الجهة العريضة ونحط بين كل كويرة كما راه واضح لهنا في لا فيديو. وهذيك القطعة اللي بقات لي نحلها رقيقة ونقطعها دوائر يكونوا صغار، ندير 12 دائرة هكذا، هادو 6 وحدهم و6 وحدهم، ونضغط عليهم نلفهم بهذه الطريقة باش يشكلونا شكل وردة. دوكا بالموس نقطعهم على 2. ونحط هاد الوردات اللي شكلتهم هكذا في الوسط. انا درت 4 وردات، تحبوا نديروا 3 ولا 5 ولا وردة كبيرة، انا فضلت هذا الشكل. ودوكا ندهنهم بصفر البيض، ندهن الوردات والريشات ونخليها تخمر. من جهة نشعل الفرن على 200 درجة، ونخليها تخمر مليح. وبعد ما خمر البريوش نحطو يطيب من التحت، كي نشوفوه طاب نشعل عليه يتحمر من الفوق. بعد ما طاب ونحيته دوكا ندهنو بلا كونفيتور ولا بالعسل، جا خفيف ومقطن، جا ريشه. ان شاء الله يعجبكم وتعتمدوا هاد لاغوسيت وتجربوه. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم، ونخليكم على خير وتهلا في صحتكم.